مرحبا حلقة جديدة ومقطع جديد من قناة علي فيما. طبعا يا جماعة الآن نلعب ماينكرافت للجافا، وأيضا يا جماعة ركبنا بعض من المودات. آسف طبعا إذا كان شوية اللعبة فيها لاج، لأني ثاني أول ما دخلت على الكمبيوتر أو اللابتوب، يعني ثاني دخلت على اللعبة بدون ما أسوي أي حاجة، قد شوية اللي واجه بعض اللاجات. تمام، الآن خلونا نلوكل. كنت راح ماشي أكل كان أبدا. طبعا يا جماعة راح أوريكم المودات اللي ضفتها في هذا العالم. أول مود مثل ما تعرفون، واللي هو مود الطاقة، ومثل ما تشوفون راح نسمعهم لكل شيء في المستقبل. طبعا راح أخلي هذه سلسلة أكثرها على مود الطاقة، وعلى سوف نكتشف مود الطاقة وإيش الأشياء المتلزم إننا نسويها. وأيضا طبعا يا جماعة ضفت مود، يعني لا شفت هذا المود، شفت عليه فيديوهات، شفت عليه مثل هذا. توقعوا المود، يلا يا جماعة توقعوا المود، يلا. واللي هو هذا المود أنا أوريكم يا جماعة. تعالوا خلونا نجيب أكيد عرفتوا، مادام إن في بالتاكس عنده خيار بس شوية مواجه، لكن أنا ما أسوي هذا. عرفتوا؟ هذا هو يا جماعة، يعني يسهل عليك التكسير ويسهل عليك كل شيء، بدل ما تكسر مثلا. شوفوا كيف يكون واقعي جدا. خلونا نضويكم. من الآن أنا بكسر هذه بكسر هذا الحجرة بينكسر. حتى إذا حطيت قصدي ايتم او شيء مثل هذا راح يكون راح يجي. شوفوا الان راح اوريكم كيف يكون واقعي جدا جدا. طبعا يا جماعة اعذروني اذا لم انزل في هذه ماينكرافت. طبعا يا جماعة في مشاكل تحدث، وفي مشاكل في خاصة في هذا المودات، وما تقدر انا على مود واحد او اصدار واحد او شيء مثل هذا. يعني بكره تحصلنا على اصدار 1.16، واليوم تحصلنا على اصدار 1.20، وبكره تحصلنا على اخر اصدار، بكره تحصلنا على اول اصدار. طبعا الان يا جماعه سويت طريقة انك تسوي ملفات للاصدارات الخاصة بك حتى لا يكون اصدارات كثير. اكيد فهمتوا، اللي يلعب ماينكرافت على الجافا راح يفهم عن الموضوع. طبعا يا جماعة على موضوع السيرفر، حاولت اني اسوي سيرفر، لكن المشكلة انها واجهتنا مشاكل كثير. قد يتأجل الموضوع الى بعد فترة، يعني بعد شهر او شيء مثل هذا. حتى يا جماعة اريد السيرفر يفتح ويكون دائم للابد، يعني الا بعد مثلا اذا فتح السيرفر الا بعد 3 شهور او 4 شهور راح افتح سيرفر جديد، طبعا عشان نسوي فيه اشياء ونسوي فيه فيديوهات وحاجات مثل هذه الامور. طبعا يا جماعة الان خلونا نصنع اول اداة او اول نروح نكتشف المنطقة ونروح ندور. قبل ما نصنع الأداة اللي كنت أشتي أقول لكم إياها، نروح ندور على حديد حتى نصنع الأدوات من حديد. طبعا يا جماعة بديت أنا أول حلقة وصورت فيديو، لكن للأسف الشديد الفيديو كان ما يصور، يعني كان ماشي تصوير للفيديو. أنا قلت أكيد يصور صوت، يصور هو كان يصور، لكن المشكلة ماشي صوت، يعني ماشي فايدة أبدا من بدون صوت. يعني هو إيش راح تستفيد من دون صوت؟ طبعا يا جماعة كان هناك في كان في كهف هنا قريب جدا، حصلت فيه حصلت فيه ايرون اول ما دخلت العالم. هذا اتوقع لا هذا حق ذاك ممتد حتى هنا. تمام، هذا المود طبعا اللي واقعي شوية، فيه اشياء واقعية، تفاصيل واقعية جدا في هذا المود. اتوقع انهم اضافوا مود مثل هذا المود للجوال، ما لا اعلم، لكن انا اللي الان العبه هو على الجافا من تطبيق فوق. اكيد اكثركم يحمل من المودات.
وين لم نجدها يا جماعة، لم نجدها حتى الآن، لم نجد كان هنا في هذه الأماكن كنت أراه، لكن الآن لم نجده. طبعا يا جماعة مثل ما أخبرتكم كل أسبوع راح تنزل حلقة. اكتبوا لنا ماذا نفعل في الحلقات الجاية. أنا أقول في الحلقة الجاية راح نسوي حاجة، بس خلوها بعدين راح أقولها لكم. الآن حصلنا مع استعدوا رحلة الكيف من من ثاني حلقة يا جماعة. أول حلقة المفروض كدها هذا. خلونا نصنع شموع. طبعا يا جماعة اعذروني إذا أنا بطيء جدا، عاد أنا متعودت على تحكم الجافا، عندنا بسيط في تحكم الجافا. خلونا الآن نحط شمعة هنا. هذا يا جماعة أتوقع أن ما نريده هذا الآيتم، راح نكسر هذا الآيتم. يا جماعة مشكلة المود إنك إذا كسرت بلوك ينكسر العالم كله، العالم كله ينكسر. هذا هو مشكلة المود، ولا هو مود أسطوري جدا. اكتبوا لي يا جماعة هل تريدون أبقى على هذا المود أو عاد أبقى عليه. هو يا جماعة صح إن المود فخم ويعطيك واقعية حقيقية في اللعبة، وأيضا يساعدك على مثلا بدل ما تجمع مثلا حبة في وقت تجمع 64 حبة. تمام. خلونا نكسر على الآيرون. قلت لكم حصلت فيه. شفتوا هذه هي مشكلة المود. مشاكل، كل شيء في الحياة له مشاكل وله فوائد. خلونا نحط شمعة عشان مستعدين لأي هجوم من لأي هجوم. أول هجوم يلا يا جماعة. والله يا جماعة تحكم صعب جدا، تحكم صعب جدا. لا تحكم صعب جدا. الحمد لله يا جماعة، نص قلب يا جماعة. ماشي أكل سريع. والله يا جماعة أنا مستغرب شي واحد بس كي يلعبون هارد كور في هذا. شوفوا يا جماعة، اثنين في راسي، اثنين ما هو واحد. كيف يلعبون على الهارد كور على هذا يا جماعة. راح ننهي حلقتنا حتى هنا. راح نجمع الآن ايرون واشياء ثانية، وراح نخبركم في الحلقات الجاية ماذا فعلنا بهذه الموارد. اصلا المكان ما يبي الشر في الخير. شوفوا يا جماعة حصلنا ايرون وحصلنا لبن. راح ننزل بعد ما نتطور. خلونا نصنع دروع. اول حاجة نصنع دروع، والمرة الاولى اصنع دروع في اول حلقة. الان سوف اكتفي بهذا، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ومع السلامة. هيا نعود الى البيت.